السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الوصفه اللي معانا النهارده نعمل مع بعض الكبده الاسكندراني. طريقه سهله وبسيطه. بس اهم حاجه يا جماعه في الكبده ان احنا نغسلها كويس، ودي تركايه حلوه معايا النهارده. نسمي الله ونشوف هنعمل مع بعض ايه. ده كيلو كبده متقطع مكعبات. انا خليت الراجل قشر لي الغلاف اللي عليه وقطعه له مكعبات صغيره. بنزل عليه بكوبايه لبن وبركنها شويه. دول 4 حبات من البصل متقطعين وعليهم فصين 2 توم. ودول 4 حبات فلفل واتنين وحدتين شطة سبايسي. دي براحتك اختياري، الشطة سبايسي دي براحتك اختياري. في صينية على النار وبنزل بربع كوباية من الزيت، بسيبها تسخن كويس. في الوقت ده انا ناقعة الكبدة في اللبن والحمامة بقى بنزل بالبصل ادبله ياخد 3 دقايق بالظبط، لان الكبده مش بتاخد سوا كتير، فانا بدبله في الاول. تعالى تعالى على النار مفيش فايدة الكبده بتشد. ايه هي بالظبط ايه تمامها على النار 5 دقايق. هدبل البصل كويس. نقلبه كويس لما البصله تدبل معايا. ومعايا ال4 فصوص توم عليه. في طريقه تانية بعملها معاكم برضو بالكبده وبتكون كويسه برضو، بس ولادي بيحبوا دي عشان البصل، فانا بعملها عشانهم كده. شطفت الكبده من اللبن بشويه ميه وصفيتها في المصفى كويس، وبنزل عليها على البصل وبسيبها تاخد الصدمه معاها. تقليبه في التانية لما تاخد لون البصل بالظبط. تمام كده. بتعملي الفراخ؟ يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه، ودعوه حلوه من قلوبكم، ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. الفراخ غسيل طلعها ما شاء الله. عشان نستعرف. معايا معلقه فلفل اسود. الساعة كان بقى عاملة ازاي؟ ده كله في البيت. معلقه كمون. هناكل المواد الحلو في البيت. ياما قليل الماء الحلو كله. معلقه ملح. يبقى مولعة. وبقلبهم كويس. خلاص هي الكبده تصفي ميتها خالص وتاخد اللون اللي انا عايزاه، ويبقى البصل زي لون الكبده كله بيكون خليط واحد. تمام كده. معايا الفلفل، بنزل بالفلفل دلوقتي بقى. والحبتين الشطه دول براحتك، وحدتين الشطه دول براحتك، دول اختياري. انا يعني عملتهم عشان عايزه الكبده تكون فيها تست حرقان شويه. هقلب الفلفل كويس مع الكبده. في ناس بتحب الفلفل كتير، ده عادي براحتك برضه، وبيخليها كويسه برضه. دي كده طريقه كبده العربيات. انا جيت ولادي قالوا لي لا، عايزينها دخلوا طماطم عشان تغير اللون. حبتين طماطم وعملتهم بالمبشره يا جماعه، او ممكن تقطعوهم مكعبات ناعم، بس لو عملتها مكعبات ناعم بتاخد نار كتير، وانا مش عايزه الكبده تاخد نار كتير، فانا عملتهم بالمبشره عشان تلف مع بعضها، تتسبك يعني مع بعضها بسرعه، متاخدش وقت. بقلبها كويس. ما شاء الله كده خدت بالظبط 5 دقايق على النار. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه ودعوه حلوه من قلوبكم، ويا رب ويا رب يا رب اكون خفيفه على قلوبكم وفيديوهاتي بتعجبكم وتستفادوا منها. واشوفوا الشوق على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.